اللي بنشوفه ده يا جدعان اقسم بالله مهزله 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 مهزله. فين بقى الناس اللي بتربي حمام؟ وفين الناس اللي عندها الحمام؟ فين الناس اللي عايزه تنتج زغاليل وعايزه تفرخ الحمام؟ تعالوا معانا نشوف المهزله اللي موجوده عندنا هنا، والمصاريف اللي احنا عمالين نصرفها على الفاضي ومش لاقيين انتاج، وتعبنا من الحمام وبدانا نكره الحمام بسبب قله الانتاج. تيجي عند جوز الحمام تجيب له اغلى اكل واحلى اكل، وتبدا تسال اجيب له ايه واكله ايه، وبرده نفس الكلام الحمام مش عايز يبيض ومش عايز يفرخ ومش عايز ينتج. وتعبنا بقى من الحمام وزهقنا من الحمام. هو ده اللي احنا بنسمعه لمربين الحمام اليومين دول. ليه؟ لانهم مش حاسبينها صح. تعال اقول لك دلوقتي ايه اللي انا بعمله عند الحمام، والحمد لله رب العالمين ربنا بيكرمني فيه وبينتج وبيشتغل. تعالى كده اهو من ضمن الحاجات اللي احنا طبقناها جوز حمام فوق اهم، بسم الله ما شاء الله ربنا كرمنا فيهم، وتحتيهم زغلولتين الله اكبر. تعالى هنا اهو بسم الله ما شاء الله الله اكبر، برضو نفس الكلام دول تحتيهم بيض. يعني احنا اهو بنشتغل صح مع الحمام، بنقدر نجيب اكله وبنقدر نكسب منه. جوز حمام نفس الكلام برضو قاعدين على بيض، وده كمان قاعد على بيض، ده قاعد على زغاليل، ده قاعد على زغاليل اهو قدام عينيكم. كل اللي احنا بنعمله وبنطبقه الحمد لله رب العالمين ربنا بيكرمنا في حمامنا. طيب ايه يا عم ما تقول لنا اللي بتقدمه للحمام بيخلي الحمام يبيض؟ كيس سحري. هتقول لي بقى انت بتعمل اعلان، هتقول لي بقى انت بتعمل ايه؟ لا انا عايزك تتفرج، مش عايزك تشتري ولا تشوف الكيس ده جاي منين، انا عايزك تشوف النتيجه. الناس اللي متابعه فيديوهات هنا او على اليوتيوب على قناه علي المنسي عارفين ده امتى باض، عارفين ده امتى باض وحضرنا بيته، عارفين ده امتى فقس، والكلام ده كله بنعمله قدام الناس. طيب ايه الكيس دوت او بتقدمه ازاي للحمام؟ تعال اقول لك ازاي بنقدمه للحمام. طبعا دول جوز حمام احنا لسه قاطفين منهم زغاليل، وبرده جوز الشقلباز دول لسه قاطفين منهم زغلول طلع هديه للناس بقى اللي بتشارك الفيديو. طب الزغلول التاني فين؟ الزغلول التاني موجود معانا اهو، برضه نفس الكلام هنطلعه هديه للناس اللي بتتفاعل مع الفيديو وبتعمل مشاركه للفيديو دوت. بنيجي عند جوز الحمام اول ما نقطف منه الزغاليل بنبدا ننضف له البياضه بالمنظر اللي انت شايفه كده اهو كده اهو. تعالى دي البياضه اهي، طبعا نضفناها اول ما قطفنا منه الزغاليل. طيب ايه تاني بتعمله؟ تعالى اقول لك. الحمام ده عشان يبيض وعشان يفرخ وعشان ينتج لازم كالسيوم واملاح معدنيه وفيتامينات، وابدا ان انا اظبط الدنيا معاه. كل دوت لقيناه في الكيس اللي انتوا شايفينه دوت. هوريك بتجيبه منين، بس قبل ما اوريك بتجيبه منين تعال اتفرج انا بستخدمه ازاي. بمسك الكيس كده اهو بسمي الله وابدا ان انا افتحه، وزي ما انت شايف هقول لك برده مكوناته ايه. بص كده بحطه بالمنظر اللي انت شايفه ده. الكيس من دوت بيكفي 3 بياضات زي ما انتوا شايفين. طب ايه ده دوت؟ ده حجر جيري، محار بحر زي ما انتوا شايفين، بذر كتان، بذر جرجير، بذر فجر، بذر برسيم، القرطم، الكلام الجميل اللي بيحبه الحمام، والفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي بيحبها الحمام. حلو قوي. مسكنا البياضه وحطينا فيها الشويه الحلوين دول، طبعا زي ما انت شايف ما فيهوش اكل نهائي، تمام؟ دي خلطه جميله كده احنا بنحب نقدمها للحمام، نقدمها كده ونبعد ونشوف رد فعل الحمام ايه. زي ما انت شايف كده بص، مع ان الحمام يا جماعه عنده اكل اهو، الحمام عنده اكل بس هو بيعشق الخلطه ديت، لان الخلطه ديت بتنشط عنقود البيض وبتزود الخصوبه عند الذكر، وفي نفس الكلام برده بتبدا تجمع الحصوايه. ايه الحصوايه دي؟ اللي هي البيضه. طيب نقدر نستخدمه للحمام او نقدر نستخدمه للحمام اللي معاه زغاليل؟ انا بستخدمه لكل الحمام اللي عندي. تعالى كده قص يمني اهو قاعد ساكت زي ما انتوا شايفين، قاعد ما بيعملش حاجه الا هو ياكل عياله. عنده اكل عنده اكل. لو جينا عليه وخدنا الزغلول طلعناه بره وجبنا البياضه اللي هنا اهو، هنبدا برده نفضيها ونحط لهم شويه جداد. وزي ما انت شايف فضينا البياضه وجبنا الكيس اهو كبناه بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت. طب انتوا ده صحي للحمام؟ صحي للحمام، صحي للزغاليل ولا بيجمع ديدان في البياضه ولا بيجمع الهاموش والحاجات اللي احنا بنشوفها عند الحمام. تعالوا بقى كده واحنا مع بعضينا على المباشر، على المباشر اهو هنمسك الزغلول نحطه كده ونشوفوا رد فعل اليمني ايه. طبعا زي ما انتوا شايفين اهو الحمام حس ان في حاجه اتحطت في البياضه. تعالى كده اهو وقرب وسمي الله، هتلاقي الحمام بياكل فيه بالمنظر اللي انت شايفه دوت. طيب ده بيساعد على الهضم، بيقوي الريش، بيظبط الخصوبه. طب ما تيجي نشوف الكيس مكتوب عليه ايه او الكيس نجيبه منين. بصوا يا جماعه تحديق عالي الجوده زي ما انتم شايفين، بس احنا بنحاول نعمل فوكس اهو. حمام وعصافير، املاح معدنيه، كالسيوم، فوسفور،
مغنيسيوم محار بحر بذور طبيعيه اعشاب طبيه. طب ده موجود فين؟ موجود كل يوم جمعه في سوق اسكندريه، وموجود طول الاسبوع برضه في اسكندريه يا جماعه. وده رقم التليفون، شحن جميع المحافظات واسعار خاصه للمحلات. وزي ما انت شايف يا باشا، على عينك يا تاجر، الحاجه اللي احنا بنقدمها بنوريها لكم. اتحدى اي حد يستخدم اي منتج ويطلع يجربه زي ما انتم شايفين كده قدام الناس. بتمنى من كل الناس تعمل لايك للفيديو ده وتشاركه، وفي هدايا كتير لاحلى اخوات في الدنيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.